يفرطش في الثقه، ما يحقرش روحه بالطبيعه، عنده ايمان بروحه. لان الكره فيها برشا سيناريوهات، ما تنجمش تعرف. ساعات تخونك حاجه من الحاجات، سيناريو خايب ينجم يقضي عليك كفريق، يعني مهما تكون قوتك. يعني واضح. باش ما نكذبوش، المغرب زاد استعدت كما يجب. شوفوا فيتير صغير في الختام، مازالونا درجين نعاودوا ذكرناكم عن زوز مراسلين اعطيناكم كواليس كل. شوفوا شنو حضرت المغرب بالارقام، حاجه مرعبه جدا بصراحه. نعملوا طلع ونار. هذا مش منظر عادي، هذه رؤية بلاد كاملة بدلت وجهها. المغرب اليوم ماهوش يستقبل كان مباراة، المغرب يستقبل افريقيا والعالم. في السنوات الاخيره المغرب ما وقفتش على التحضير البسيط، المغرب دخلت في قيمه استثماريه ضخمه باش تكون البنيه التحتيه جاهزه على اعلى مستوى. المغرب صرفت اكثر من 21 مليار درهم مغربي، قريب 7 مليار دينار تونسي، على تجديد وبناء الملاعب، الفنادق، الطرق، المواصلات والمطارات، استعدادا لكاس افريقيا 2025. 9 ملاعب في 6 مدن شمال وجنوب المغرب تم ترميمها او بنائها من جديد لمستوى الكاف والفيفا. جزء من الاستثمارات هذه جهز بين 2023 و2025 باش الملاعب تكون جاهزه للكان، ثم من 2025 حتى 2028 مرحله ثانيه للتطوير، وحتى استاد جديد في بن سليمان في الطريق باش يزيد من طاقه المغرب التنظيميه الرياضيه. الملاعب هذه ماهيش صغيره، مثال ملعب مولاي عبد الله في الرباط طاقته توصل لحوالي 65 ألف متفرج بعد التوسعة. لكن الاستثمار ما كانش فقط في الملاعب، المغرب يخدم على كل البنية التحتية باش يسهل الحركة والتنقل. اليوم في المغرب تنجم تحضر ماتش في الرباط وتشرب قهوة في طنجة وترجع تبات في الدار البيضاء في نفس النهار، فضل القطارات السريعة تي جي في من خلال توسعة الشبكة الحديدية وخطوط جديدة تربط بين المدن الكبرى داخل المغرب وتقصر أوقات السفر بشكل كبير. في نفس الوقت البلاد صرفت مليارات الدراهم في المطارات باش تزيد السعة إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 مع توسيع المطارات الكبرى في الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة وفاس. المغرب يعمل في السياحة، في الطرقات، في الفنادق الكبيرة باش يكون الاستقبال على أعلى مستوى. الفنادق توسعت في المدن المضيفة، الطرقات والقناطر تزادت، خدمات النقل اتطورت. هذا كان مجرد خطوة. المغرب ما حبش يقف عند كان 2025 فقط، الدولة خصت خطة استثمار أكبر لمونديال 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار درهم، قريب 14 مليار دينار تونسي، في مشاريع مختلفة تشمل ملاعب، بنية تحتية، رياضة وطيران ونقل. من بين المشاريع هذه جراند ستيد حسنتو في الدار البيضاء اللي باش يكون من أكبر الملاعب في العالم بسعة 115 ألف متفرج. من الملاعب اللامعة للقطارات السريعة للمطارات والسياحة، المغرب ما يحضرش فقط مباريات، المغرب حضر لصورة قوية، الحدث عالمي والرؤية مستقبلية. المغرب اليوم مش جاهز للكان، المغرب اليوم حاضر للتحدي العالمي الكبير. مربوحة ليكيب ناسيونال، عندنا فيكم ثقة، ممنين بكم، نعرفوا عندكم الامكانيات الكل باش تنجحوا، عندكم الامكانيات الكل باش تفرحوا التوانسه اللي وراكم، واللي توانسه اللي نساو الخايبه نتاع الكوباراب فيسع معاملين على الكوب دافريكا هذايا ان شاء الله مربوحه. فقط كلمه صغيره 10 ثواني نوفل على الفيتير كنا نشوفوا فيه، على الامكانيات الكبيره في المغرب، على التطور الرهيب في المغرب. الحقيقه الواحد قد ما يفرح الاشقاء قد ما يتقلق على بلاده، لكن جلد الذات من غير وعي ما عنده حتى معنى. ايش معناها؟ معناها تلقاه موظف لازم يخدم 6 سوايع كاملين، يخدم 4 سوايع ويقول لك المغرب. تلقاه عمره ما مركز ستوب في حياته لو قف ضوء احمر ويبكي على المغرب. تلقاه يحل شباك رابطه ويطيش الوسخ والزبله في الشارع ويبكي على المغرب. تونس عاشت ظروف صعيبه عنا توا 20 سنه واحنا نعانيو في الوضع السياسي واقتصادي وكذا، ما نجمناش نتحسن وقفنا. اوكي هذا متفقين فيه. انا كنت في الرباط ما عنديش برشا نوفل 3-4 شهور، اللي لاحظته التطور الحقيقي في المغرب مش تطور لا بنيه تحتيه ولا ملاعب، اللي لاحظته اللي فما تطور على مستوى العقليه. المواطن المغربي تطور في عقليته، ما عادش يطيش في الشارع. المواطن المغربي ما عادش يتلهب الناس، يخدم على روحه. المواطن المغربي يمشي يلقى حل لحياته، يمشي يلقى حل لصغاره، ما يضيعش الوقت في القهوه يقعد 12 ساعه في القهوه ويبكي على المغرب. دونك الاصلاح يبدا بالعقليه الحقيقه، مش مقدرش ندخلوا ونخرجوا. وان شاء الله مربوحه ليك. يعطيك الصحه والله حيدر، ملاحظه ممتازه جدا. خالد ان شاء الله مربوحه، ونقول الاولاد راهو الناس الكل وراكم وعندنا ثقه فيكم، وانا متفائل خير اللي باش يعديو مقابله كبيره باش ننتصروا غدا ونحيوا العقده نتاع المقابله الافتتاحيه ان شاء الله. انا كان حاجه الميساج نحب نبلغوا الاولاد اللي كانوا اعطي كل ما عندك في الملعب. اي رياض وانتهاز الكوب دافريك الوحيده، شنو تقول لهم؟ يعني يمنوا برواحهم
ويحاولوا يصنعوا التاريخ، لأن إذا كان واحد يتعدى انابيرسي في دي تورنوا هكا، يعني بالنسبة اللي هو يعني هو الخاسر الأكبر أول حاجة. يحاولوا يمنوا برواحهم، يحطوا كل ما عندهم، هذه مهنتهم. الضغوطات هذه ما تنجم تزيدهم كان إصرار على تحقيق أحسن نتائج. يلزمهم يعرفوا السوفي يربحوا. تشوف تو التوانسه كيفاش تخرج من تونس ومن كل بلدان العالم، وشافوا الجمهور اللي شافوه في فرنسا يشوفوه في المغرب، وشوف بالحق يعني الدعم الكبير. يعني التوانسه الكل راهم يحبوا المنتخب، لكن تعرف التونسي يحبك تبادر انت كفريق وهو وراك. ما فماش واحد ما يحبش بلاده. يحاولوا يعطوا كل ما عندهم في الملعب، ولو فات كي يعطوا راهم باذن الله ما ينجموا كان يعني يحصدوا حاجه باهيه. يعني ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله يعني ان شاء الله ما تكونش السيناريو خايب مع اوغندا. ان شاء الله يعني يكون كل شيء في صالحنا، وان شاء الله يا ربي نبداو بدايه طيبه، وهكاك ينجموا نوصلوا لبعيد ان شاء الله. أعزائي المتابعين، كما شفتوا معنا الإشادة الكبيرة من الصحافة التونسية بالتنظيم المغربي والبنية التحتية ديال المغرب من ملاعب وطرق ووسائل النقل، وكذلك هضروا على العقلية ديال الشعب المغربي، أن العقلية تغيرات ومبقاش أي واحد مثلا ترمي الأزبال في الطرقات. ونتمنى أننا نبقاو بحال هكا كشعب مغربي، ونزيدو نطورو ونزيدو قدام إن شاء الله، ونكونو إن شاء الله من الأحسن للأحسن. ونتمناو نكونو ديما في الواجهة، ديما في مصاف الدول إن شاء الله الكبيرة والدول الأوروبية. ونتمناو هذه الدورة ديال كأس العالم إن شاء الله، ديال كأس إفريقيا وحتى كأس العالم إن شاء الله في 2030 تنجح، وتزيد تعطي واحد الصورة جميلة للمغرب. والحمد لله المغرب كما تنشوف في السنوات الأخيرة غادي في تقدم، وكاع العالم وكاع الدول العربية ولا تيشيدوا به وتعطوا به المثال. خصنا نحافظوا على هاد المنشآت اللي بناتها المغرب كجمهور وكان شعب. حافظ على الأماكن. كذلك نتمنى التطور يكون في بلايص في حوايج اخرين اللي باقيين. تنتمنى كشعب مغربي يتطور بحال الصحة والتعليم، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله بإذن الله.